احنا اليوم امام اكبر فضيحه اللي غتهز الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. فضيحه اللي داخلين فيها اعضاء جامعيون، حكام، رؤساء انديه، منتخبون، برلمانيين وحتى وزراء. فضيحه لا اظن انها غدوز ولا غتمر مرور الكرام. اللي غتشوف الحلقه ونتصين غنطلب منك تركز معايا مزيان، ولا غتشوفها بعد ما فطرتي جيب قهيوه ولا شي كويس ديال اتاي، طلق ودنيك معايا مزيان، حيت الهضره اللي غادي تقال اليوم تبغي شويه ديال التركيز. معكم نبيل ماجيك، وكيف العاده في رياكسيون ديال اليوم اللي شويه قاسحه، اللي غادي نخرجوا فيها على المألوف وغادي نهضروا بكل شفافيه وبكل مصداقيه، وغنحطوا النقط على الحروف، ما غنحشموا من حتى شي حاجه وما نخافوا من حتى شي واحد. فيق معايا مزيان وعرف كل كلمه في غاده، ولا داعي للتعصب ولا داعي للانتماء الجغرافي او الانتماء لاحد الانديه، لان اللي غنهضروا عليه اليوم غادي يكون في صالح الكره الوطنيه وفي صالح ناديك حتى نتايا الا كنتي من الناس المعنيين بهذه الحلقه اليوم. بكري وحنا تنعرفوا ان ديما الاحزاب تيسعوا في الانتخابات باش يجيبوا اكثر عدد من الاصوات، وانت غتقول لي اش دخل علاقه الاحزاب مع الكره؟ غير بشويه عليك وانا جايك. رجعوا فين كنا. احزاب بكري كانت تنفق واحد المبالغ طائله الحمله ديالها الانتخابيه وفي استماله اصوات الناخبين، لكن مؤخرا الاحزاب غادي يجبروا واحد الخطه شيطانيه مستهله وما غتكلفهمش بزاف ديال الاموال لا في الحمله الانتخابيه لا في الحمله الدعائيه ديالهم، الا وهي يجيبوا رئيس نادي عنده جمهور كثير ويدخلوه للحزب ديالهم. تتم هذه الخطه شنو هي؟ ان الرئيس من بعد ما تيتحزب تيوصل واحد الفكره للجمهور ديال النادي ديالو بطبيعه الحال من خلال الابواق ديالو اللي كاينه وسط المدرجات، لان حنا كاملين عارفين كاين ابواق ديال الرؤساء وسط المدرجات. هادوك اللي تيبقاو ينشروا واحد الفكره ديالاش ديال ان النادي من مصلحته يكون عنده الرئيس ديالو داخل قبه البرلمان، وهكا غادي نقدروا نضمنوا ان النادي غيكون عنده واحد الصوت مسموع في اروقه البرلمان وداخل الجامعه، بحيث ان الجامعه مؤخرا نهجت واحد السياسه ديالاش ديال التحزيب. هادشي اللي غادي يعطينا واحد تحزب كروي، رئيس النادي الفلاني ينتمي للحزب الفلاني ورئيس النادي الفلاني ينتمي للحزب الفلاني. اذا اش ولينا هنايا؟ ولينا في واحد الظاهره اللي جديده على الكره الوطنيه، الا وهي ظاهره التسييس الرياضي، بحيث انا تنشوفوا ولاو تكتلات داخل الجامعه وداخل الانديه، فلان وفلان 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 تينتموا لهذا الحزب، اذا النوادي ديالهم بحال دارت واحد التكتل، وفلان 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 تينتموا للحزب الاخر، اذا النوادي ديالهم داروا تكتل، ولاو هاد النوادي مع هاد النوادي، هادو تيضربوا المصلحه ديال هادو وهادو تيضربوا المصلحه ديال هادو، وهادو مع بعضياتهم راه هما في مصلحه واحده لان الرؤساء تاعهم تينتميوا لنفس الحزب. اذا كل نادي الان تتبع لحزب معين، وهذه حقيقه واخا تبغوا تضربوها ما غتضركش، لان هذه هي الحقيقه اللي كاينه حاليا. دائما ما كان الفساد مقرون بالرياضه في مختلف بقاع العالم، في مختلف الدوريات، حتى في المغرب كما نقولوا ما كانش في منأى على هذا الشيء، لان ديما فين كاين الشر كاين الخير. لكن في واحد العامين الاخيره ولا ثلاثه هذا الشيء كثر، ولا كل شيء كيدير اللي بغى تحت طائله انا عندي النفوذ وعندي واحد التحزب اللي حاميني. وشفنا ناس اللي تلعبوا في مباريات وناس اللي تيتلاعبوا في النتائج، كما شفنا لقاء الهواد، اللقاء اللي سال ب 14-0 ولا ما عرفت هذاك الشيء. لكن هذا الشيء ما تيكونش الا بتواطؤ مع الحكام، ما تنقولوش لجنه او المديريه التحكيم قدر ما تنقولوا بعض الحكام، وهذا الشيء راه كاين في العالم كامل، ما تينطبقش فقط علينا حنا كمغاربه وعلى الدوري المغربي وعلى لجنه التحكيم الوطنيه. مؤخرا غتبرز واحد الفضيحه اللي سموها الناس فضيحه 15 مليون. 15 مليون هذه اللي كان عطاها واحد النادي محدد لواحد الحكم باش يسهل لهم الفوز في واحد اللقاء. لكن الفضيحه الكبرى هي ان هادشي تفضح. الان في المغرب ولا كلشي عنده واحد اليقين ان هناك لقاءات اللي تتلعبوا في النتائج ديالها، وان هناك لقاءات اللي بغصب التحزب فريق تيتنازل على نتيجة المباراة لفريق واحد آخر. تنظن أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم اللي شرك وبعلانية السياسة بالرياضة. مؤخرا البلاد ديالنا داخله في واحد التحدي كبير ضد الرشوة، وهذه بتعليمات سامية من جلالة الملك اللي أمر مؤسسات الدولة على أنها تنخرط مع المواطن اللي تبني لنا هذا المجتمع وهذا المغرب الغد اللي خالي من الرشوه.
لكن كيف ما تيقولوا خوتنا المصريين في واحد المثل ديالهم وتيعجبني: حاميها حراميها. هذوك الناس اللي تعطاتهم المسؤوليه والناس اللي على رؤوس المؤسسات انهم خاصهم يكونوا هما اللي وضعوا الحجر الاساس ان الدوله تكون خاليه من الرشوه، تلقاوهم من الاولين اللي تيتعاملوا بهذا المبدا هذا. مؤخرا غادي يكثر القيل والقال، خاصه ملي تشد رئيس الوداد وتشد رئيس اولمبيك اسفي. هنا غتبدا البلباله في المغرب، وغيبدا كل واحد تفضح الناس اللي معاه، وكل واحد تيقول انا ما غنطيحش بوحدي، انا طايح غنطيح معايا كلشي. وهنايا بدات الفضيحه اللي تقريبا واحد الاسبوع هذه والمغرب مغلغل عليها. ربما بزاف الناس ما عارفينهاش، ولكن الناس اللي تعنيهم الامر راه واصلهم العافيه وواصلهم الصهد وواصلهم السخونيه، ان هناك جهات معنيه ورؤساء فرق وناس مسؤولين في مديريه التحكيم وفي البرمجه بدات تتصدر في حقهم مذكرات توقيف ومذكرات اعتقال بناء على معطيات وثبوتات تثبت التلاعب ديالهم في النتائج والتلاعب ديالهم في المباريات. لكن السؤال المطروح حاليا: واش نوادي كبيره اللي تنعرفوها وتنعرفوا قيمه الجمهور ديالها والحموله التاريخيه ديالها، واش غيطبق فيها القانون كيف ما طبق في جيفونتيس ونزلوهم القسم الوطني الثالث، ولا كيف العاده الامور غتمر مرور الكرام وغيتدخل مره اخرى اللوبي الحزبي وغادي نمسحوا الامور وكأن شيئا لم يكن؟ شكون المتضرر من هذا الشيء كامل؟ اكيد الفروق الصغرى والفروق اللي ما عندهاش رؤساء اللي منضويه تحت التحالف الحزبي. الان اش واقع؟ ان حزب تحفر على حزب اخر وبغى يطيح ليه الرؤوس الكبار ديالو، وهذه هي الكارثه الان اللي واقعه. علاش ما نفصلوش الرياضه عن السياسه؟ انت كانسان سياسي اش جابك للرياضه؟ السؤال المطروح: علاش تلقاو في نوادي كبيره عالميه الرئيس تاع النادي لاعب سابق؟ علاش ما نشوفوش مثلا نيبت في اداره الوداد، ولا نشوفوا مثلا تيمومي في اداره الجيش؟ علاش ما نشوفوش مثلا اللاعبين اللي دازوا كبار في الكره الوطنيه، هاد اللاعبين اللي يكونوا رؤساء ديال النوادي ديالهم، يكونوا اعضاء جامعيين، الناس اللي كيسيروا لنا الحقل الرياضي او الكروي المغربي يكونوا ناس ذو خبره. فين هو بودربالة؟ فين هو الحداوي؟ فين هو الزاكي؟ علاش هاد الناس ما تنشوفوهمش في الانديه اللي كبروا فيها؟ علاش تلقى كل رئيس تاع نادي بوشكاره لا يفقه في كره القدم شيئا؟ علاش؟ انت عندك فلوس وبغيتي تستثمر في الرياضه، الف مرحبا كيف ما تيديروا في العالم كامل. بقى بعيد، بقى بعيد. كون انت مثلا انت هو مالك النادي ولا مستثمر في النادي، وخلي التسيير الاداري لمواليه. علاش حنا نمشيو لمديريه التحكيم تنعطوها للناس اللي لا علاقه لهم بالدومين كيف ما تنقولوا، وترشوا بعض واحد ولا جوج تنسموا حق راه فلان وفلان اللي كان حكم سابق ولا في مديريه التحكيم، وهاد الناس ما بين 100 و 200 تلقاو واحد ولا جوج. هادشي اللي غتجيبو الايام صادم للكره المغربيه وصادم لسمعه الكره المغربيه. جلالة الملك والمؤسسات ديال الدولة تسعى جاهدا لتلميع صورة المغرب أمام العالم، لكن تيجوا ناس اللي أصلا لا علاقة لهم بكرة القدم اللي تيريبوا كل ما تتبني الدولة، اللي تيسيئوا للوطن أكثر ما تيربحوا ماديا. الهم الوحيد ديالو هو الفلوس ودخل الفلوس، ما سوقوش هو في النادي ولا ما سوقوش في اللاعب ولا في مستقبل كرة القدم ولا حتى في سمعة المغرب. الهم الوحيد ديالو هو يعمر الشقارة ويمشي في حالاته ويخلي لنا الوينة والقيل والقال، وتنولوا أضحوكة ومساءلات أمام الخارج. نتمنى من الله من مؤسسات الدولة أنها تفطن لهذه القصة هذه وتفطن لهذه القضية هذه وتفصل لنا السياسة على الرياضة، لأننا بصح نشوفوا واحد التكتلات حزبية اللي مسات كرة القدم الوطنية، وهذا الشيء أكيد ما غيؤدي إلا بالهلاك.